السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد إن شاء الله ينال على إعجابكم. اليوم عملت معجنات، مش معجنات، هي مناقيش فطور، يعني كان بجبنة بيضة اللي هي جبنة النابلسية، وعملت بزيت وزعتر، وعملت هاي الصينية الصغيرة رغيف بيض. خلينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونشوف الفيديو. هاي بفرجيكم اياها. انا ما حبيت افرجيكم العجينة من اولها لا 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 لا، خلينا بديتها يعني اختصر عليكم، عشان دائما انا بشارككم دائما العجينة كيف بتكون. عملتها على السريع، ما تحملت معي هاي العجينة 10 دقايق، اكيد الكل بيعرفها. بس 10 دقايق يعني، يا دوب بخمر اول مرحلة مثلا مجين عجينة طحين، بحط عليهم معلقتين خميرة ومعلقة سكر، وبتركهم على جنب بنفس المج اللي بعاير فيه الطحين الدقيق، بعاير فيه المية. هاي بفرجيكم إياها كيف كانت، كتير كتير طرية، يعني زي القطن العجينة كانت، مش هيك تقرش أو إشي، لا 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 لا، كانت كتير زاكية طرية. عملت جبنة بيضة وزيت وزعتر، زيت الزيتون اللي هو، وهدول هيك عصافير عملتهم على شكل عصافير، وجبنة بيضة ورغيف البيض. هاي الصينية صغيرة عملتها رغيف بيض. وطبعا أذكى إشي جنبها يكون كاسة الشاي. غليت بريق الشاي، وأذكى فطور كان هذا الفطور، وبتمناكم تكونوا معي. طبعا هذا كان الفطور، وعملتهم قطع هيك، يعني مش صغيرة كتير ولا كبيرة، حبيت أعملها هيك يعني رغيف منيح. وهاي البيض على طول بفرد العجينة، وحطيت عليها فقسة البيضتين وبلخها مع بعض، بحط بس فلفل أسود وملح، ما بحط إشي تاني على البيض. It's not a game, it's a rich thing. هلأ بدي أعمل عصير فراولة اللي هو الفريز. حطيته بالخلاط، بضيف له، فيه أحيانا بضيف موز، بس ما ظنيت المرة هاي حطيت موز، فراولة وحليب، وبحط شوية كمية بسيطة من السكر، وبخلطه بالشاف البلندر، وهيك كان جاهز، وحطيته في قنينة. مفيد أحسن من يعني العصائر التانية، بحسه فريش بكون هذا العصير، كتير كتير مفيد. هلا كان غدانا اليوم نفسه كان عندي ورق دوالي، وهذا الدوالي كان بالفريزر. طلته من الفريزر، وبحط عليه مية دافية، بغسله أول إشي، بعدين بحط له مية دافية. يعني هذا مش السنة، هذا من السنة هذيك مفرز وجاهز. ضفت له، بحط له عليه مية، وبخليه هيك لما تطرى الورقة. وانتو تتبيلتي للمحشي الكل بيعرفها، اللحمة المفرومة بتكون لحمة مفرومة، مش كفتة، أخشن من الكفتة. احنا بنقولها محشي. لما بروح عند اللحام بجيبها هيك، تبقى قطعتها، هلأ ممكن أفرجيكم إياها، منها أكبر شوي من لحمة الكفتة. بقلبها بالزيت، هي شوفين أنا بفرجيتكم إياها بهذا الحجم. بقلبها بالزيت القلي اللي هو الزيت الذرة، وبقلبها بالزيت اللحمة. وبعدين بضيف لها الرز اللي بيكون منقوح بقصيرة، طبعا مش حبة طويلة. ببهر، بحط شوية قرفة، بحط شوية بهارات للمحشي، ملح، فلفل أسود، هذا كل البهار اللي بحطه.
وهلأ بصير بدي ألف، بكون فاردة الورقات طبعا على الوجه الناعم من تحت، والوجه الخشن من بلف عليه، بحط يعني الحشوة فيها. هي بحطها الكمية يعني كمية مناسبة لحسب حجم الورقة، حسب حجم الورقة، وبطبقها من الجنبين وبصير ألف يعني سهلة كتير هاي الطريقة. بكون فاردة الورق كله، الورق العنب. بدي أخربط لكم ورق الدوالي، لأنه إحنا بنحكي له ورق دوالي أو ورق عنب. كتير كتير سهلة يعني، لفها مش صعب. لما تكوني فرداه وحطاه على إشي أو على طاولة المطبخ، بس لا أنا حطيته على الجاط، لأني بيني وبينكم أنا ما ضليتني واقفة على طاولة المطبخ، قعدت على طاولة الوسط عندي بالمعيشة. وهيك كنت لفاه وجهز وحطيته في الطنجرة. وهلأ بحطه على الغاز. أنا بغلي المي وبحط عليها صلصة بندورة ومعلقة من البندورة الناشفة اللي هي بتكون بالعلب. ما عندي تقالة، عندي الصحن هاد هيني حطيته. وبضيف لها المية، بتكون بتغلي، هي أكيد ملاحظين إنها بتغلي. بضيف لها إياه وبحطه على الغاز، بس يغلي أول غلوة بوطي عليه على السريع. بدي أفرجيكم إني أنا يمكن نسيت أحط الملح. هلا برش له رشة ملح، برش له رشة ملح، وبقعد أحط الصحن عشان أحطه على الغاز. أنا بحطه على الغاز وبس يستوي، يعني يغلي غلوة، بروح وأنا مهدية عليه الغاز. وما حبيتش أنا أطول عليكم الفيديو كتير، لأنكم ما شاء الله كلكم ستات بيوت وشاطرين. نزلته وأنا كنت صايمة، وعشان الست أيام البيض كنت رابع يوم صايمة الحمد لله. الله يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. هاي الفراولة اللي عصرتها، وفي كان كولا الميرندا، بس هي هاي الميرندا بتكون مش مقاطعة يعني. كان هذا فطوري لليوم الرابع من أيام الستة البيض شوال. تقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب.